ما زلنا معكم في الميدان، واسمحوا لي ارحب بضيفي الدكتور السيد عبد الستار المليجي، عضو مجلس شورى جماعه الاخوان السابق واستاذ بكليه العلوم جامعه قناه السويس، واراء صادمه وجريئه ومختلفه من شخص عاش مع الإخوان فترة طويلة واطلع على طريقة تفكيرهم وإدارتهم للأمور. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. شكرا. حضرتك كده بشكل مباشر معترض ليه على ترشيح خيرت الشاطر رئاسة الجمهورية؟ لا، أنا لدي معايير يعني لمن يحكم مصر. أكتبها على موقعي في الفيسبوك كثيرا، وأكتبها أيضا وأعلمها طلابي. يعني من يستطيع أن يحكم مصر لابد أن تكون له مواصفات. أما علاقة الإنسانية بخيرت فهي قائمة، زي عبد المنعم، زي حازم، كلهم يعني أبناء وطن واحد. القضية الأهم أنه خيرت ما دام تقدم للرئاسة لابد أن يتحمل النقد، لأنه خرج عن إطار الجماعة إلى إطار حكم مصر. ومصر دي ليست ملك جماعة ولا حزب ولا إلى آخره. فأنا أرى يعني والله أعلم أنه هناك يعني معايير أساسية يجب أن تتوفر في الشخص الرئيس القادم، على رأسها الصدق، أن يكون صادقا، أن يكون أمينا، أن يكون يقدم المصلحة العامة على الخاصة. دي كلها صفات عامة، لكن الأهم الصفات التكميلية أن يدرك أن الصراع الدولي الآن الذي يعني يتصارع من أجله العالم هو الصراع مبني على العلم والتكنولوجيا أساسا. فلا بد أن يكون له صلة ما بالبحث العلمي والتكنولوجيا، وكيف تتصارع القوى الدولية، وكيف تأتي دولة من الشرق أو من الغرب لتحتل دولة أخرى. فليكن في عقله المقارنة بين حال الوطن المصري وبين حال الخصم التاريخي لنا وهي دولة إسرائيل. لماذا هزمتنا؟ ده سؤال لابد أن يكون مطروحا في ذهني. هي لم تهزمنا لأننا متخلفين في الدين، احنا أكثر منا تدينا. لم تهزمنا لأننا يعني هي أكثر مننا أخلاقية، احنا نسبقها في الأخلاق. طيب يعني حضرتك عددت عدد من الصفات التي يجب أن تتوفر في الرئيس. صحيح. السؤال التقليدي أو بالتبعية، يعني هل هذه المعايير تنطبق على خيرت الشاطر أم لا؟ لا تنطبق عليه أبدا حقيقة. كلها؟ يعني إذا كان بعض الصفات العامة تنطبق عليه نعم. مثل؟ يعني أنه يعني راجل وطني يحب الوطن. طب الصدق والأمانة؟ لا، هو الآن يبدو أولا يقول أنه رجل أعمال، وأنا سألت حتى المروجين له ما هي هذه الأعمال وأين تكون؟ ما فيش حد بيجيب. يعني أنا نفسي الآن أن جماعة الإخوان تخرج على المجتمع وتقول لهم أن مرشحنا لمنصب الرئاسة عمله كذا ومواقع عمله 1 2 3 4. بس ده موجود على شبكات الانترنت. مفيش شركة كذا بتاعته، يعني في اسماء بس مش هنقولها عشان الدعايه. يعني هل عندك انت قائمه بهذه الشركات؟ مش قائمه كامله، لكن في عده شركات. ابدا لا يوجد. انا اتحدى انه حد من الاخوان يقول لي ماذا يعمل المهندس خيرت الشاطر؟ بيشتغل مهندس فعلا؟ بيشتغل تاجر؟ بيشتغل صانع؟ بيشتغل زارع؟ بيشتغل ايه في مصر؟ ممكن يكون تاجر شنطه، يعني بيعمل عمليات يعني تيكاوي سريعه جدا، والأموال التي يستخدمها أنا متأكد أنها ليست من أمواله الخاصة. أما رجل الأعمال يعني إيه تاجر شنطة؟ ويعني إيه؟ يعني أعمال خفيفة للغاية لا تؤثر في الاقتصاد المصري. مصر دي دولة عظيمة. يعني ممكن يعمل عملية يجيب شوية موبيليا ويبيعها مثلا. يجيب شوية ملابس ويبيعها. لكن عشان بس هل تجارة من هذا النوع تعمل عنده يعني هذا الثقل المالي اللي يخليه يدعم الإخوان؟ ده هو ده السؤال المطروح عليهم هم. لأننا متأكد أن الأموال التي يتصرف فيها أخي وعزيزي خيرت الشاطر هي أموال الدعوة التي جمعت من اشتراكات الإخوان وتبرعاتهم، ولا يجوز لا في الشرع ولا في القانون أن تستخدم للاستثمار الخاص. بس ده اتهام خطير. لا مش خطير ولا حاجة، ده واقع. ده واقع، لأنه أصلا لا يجري هذه يعني هو بياخد فلوس التبرعات للدعوة وبياخدها لنفسه ويتاجر بيها، ويفعل هذا بفتوى دينية. من مين؟ يعني يصور للسذج من الأتباع أن هذا جائز شرعا، مع أنه إذا تبرع أي مسلم لعمل ما فحتما لابد أن تصرف هذه الأموال فيما تبرع له. للفقراء والمساكين يبقى للفقراء والمساكين، لبناء مساكن للطلبة يبقى لبناء، وهكذا. عندما تخرج الأموال في صندوق عام
تصبح ليست ملكا لمن تحصلت عنده الأموال، إنما هو يصبح أسير لطلبات المتبرعين. لا أصبح مال عام. والأكثر من كده أن الدولة لا تدري أي شيء عن إدارة هذه الأموال. الدولة المصرية بالتوافق ولا لأنها لا تعلم، لأنها لا تبذل مجهود؟ تسأل الدولة بقى. ما عندكش معلومات؟ لا، ما عنديش معلومات، لكن أنا أرى أن هناك مخالفات شرعية ومخالفات قانونية. بس هو اتحاكم بسبب تهم ليها علاقة بالأموال، من غسيل أموال. اتحاكم في العصر الماضي. العصر الماضي لم يكن يجري محاكمات، كان يجري مفاوضات مع المخالفين السياسيين. قول لي ازاي؟ يعني يمسك القضية وتستطيع انك تروح بها الاعدام وممكن تاخد براءة على اساس تنازلاتك للنظام قد ايه. دي طبيعة القضية السياسية. انا دخلت المحاكمة القضاء العسكري واخذت 3 سنوات سجن ومعي شهادة بذلك من القضاء العسكري، وليست عندي اي اتهام غير انني امين عام لنقابة المهن العلمية. يعني هذه مهمة بالانتخابات. صحيح كاتبين. طب ما هو بنفس المنطق من الممكن تبرئة خيرت الشاطر بأن الحكم عليه كان حكم سياسي وليس حكم جنائي عن مخالفة. ده في القضاء العسكري يفعل ما يشاء. انما انا اخوف التنظيم، انا اتكلم من واقع ما يجري بالفعل، انا ما بحكموش. طيب ساكتين عليه ليه؟ كنتوا ساكتين عليه ليه جوه التنظيم لما هو بهذه الصفات؟ توجيه السؤال بصفة عامة يعني غير صحيح. لكن انا واحد ما سكتش، أنا كتبت ونشرت وطلبت في رسائل إلى مكتب الإرشاد إنه لازم يكون في ميزانية، ولا بد أن يكون فيه حرص على المال العام، ولازم يكون فيه شفافية. كثيرين يتكلموا في هذا الموضوع من باب يجوز ولا يجوز، يعني لا الإسلام أجاز له كده، إحنا دولة داخل الدولة، الحكم ديكتاتوري. هذه ليست مبررات للحلال والحرام إطلاقا. الحلال والحرام ده يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بيؤخذ من حسن مبارك بيتصرف ازاي. الأكثر من هذا انه المال السايب يعلم السرقة. هو اللي كان ماسك الميزانية والمالية الخاصة بجماعة الإخوان، مش كده؟ يمسكها لكنها تتفلت من يديه، بمعنى انه هو لا يستطيع الاحتفاظ بها كلها فيعطيها لأصدقائه الكثيرين، ويصنع تنظيم داخل التنظيم. عشان لما تقولي لي تنظيم سري يعني ايه؟ هنا منبت التنظيم السري. انني داخل جماعة الإخوان المسلمين أتواصل مع مجموعة محددة وتصبح هي مجموعتي في الداخل. تمهد لي كل شيء وتعينني على وتدافع عني وكذا. طب قول لي تكوين التنظيم السري ده مين؟ لا انت حضرتك لازم تقرا في التاريخ شويه. مين مجموعته؟ انا عايز اسمع من حضرتك. لا مجموعته الحاضره الان كل من التحق بقضيه 1965، يعني في مقدمتهم الدكتور محمود عزت، الدكتور رشاد البيومي، وان كان من 54 خيرت طبعا الجديد الوافد على الموضوع، ثم المدرسه التي تحوطت على الاموال دون النظر إلى قيمة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأموال. بقى في فريقين في الإخوان، أصحاب مبادئ وقيم، وده بفضل الله الكثير من الإخوان. وفي ناس جاية للمنفعة والمصلحة. يعني الحملة الانتخابية ديت من اللي بيعملها طباعة ونشر وكذا؟ ما هي شركات مستفيدة وكلها شركات إخوانية، لكن أصحاب هذه الشركات يحولون الطائر الصغير إلى عملاق ضخم حتى أصبح خيرة نبي مرسل. هذا إعلام كاذب له تكلفة مالية. من الذي يدفع التكلفة؟ الإخوان المسلمين. طب مين ظهر خيرة الشاطر دلوقتي؟ أنا ظهر خيرة الشاطر. لا يعني هل المرشد هو اللي بيدعمه؟ هل فريق محدد؟ لا في فريق. هل هو لا وصل لا منه القوة أنه هو بيؤمر ويطاع؟ أنا لا أريد أن أحول المسألة إلى شخصنة خيرة الشاطر، لأنه هو يعز علي جدا أن يكون محل النقد، رغم أننا حذرنا من هذا كثيرا. أن يعز علي أن يكذب على الشعب المصري ويقال له كلام غير صحيح، فيقال له أن رئيسك القادم رجل أعمال. أنا عندي سجل لكافة المهام التي تقلدها خيرة الشاطر وفشل فيها جميعا. فشل في شأنه الخاص، فلم يحصل على الدكتوراه ولم يصبح عضو هيئة التدريس في الجامعة التي كان فيها وفصل. وفشل في شأنه الخاص لأنه لم يشكل مالا خاصا لأسرته قبل الالتحاق بالإخوان. وفشل في شأنه الخاص لأنه للأسف الشديد أولاده بيشتموا الإخوان على صفحات الجرائد كل يوم، وهذا كثير.
وفشل في شأنه الخاص لأنه لم يحسن العلاقة بإخوانه الذين سبقوه في الصف، حتى الذين مهدوا له جماعة اسمها الإخوان، ومنهم العبد الفقير وعم منعم الفتوح ومحمد حبيب وكذا، دخل معهم في صدام وعداء. هذا فشل ذريع. أما في الشأن العام فمعروف في قضية سلسبيل بكل يعني زخمها واتساعها أنه هو الذي جمع مستندات الإخوان المسلمين وأسمائهم وعناوينهم وأهمل فيها حتى قبضت عليها مباحث أمن الدولة، مع أنني واحد من الناس كنت أسبقه في هذا العمل التنظيمي ولم تتسرب من عندنا لا كلمة ولا ورقة، وأتحدى أنه في جهاز أمن دولة يستطيع أن يأخذ منا ما لا نريد، إنما هو أعطاهم كل الأوراق مرة واحدة. كان التنظيم ولا مجرد إهمال؟ لا، ده إهمال وفشل. أنا أكلمك عن طبيعة الشخص. طبيعة الشخص أنه وجد في وسط مجموعة من المكسحين المغفلين، فاستطاع أن يلعب عليهم بالطريقة البهلوانية إياها، ثم أخذ ثقة الآخرين بكثرة ما ينفقه من الأموال عليهم، وهي ليست من أمواله الخاصة. وهو الوحيد الذي يعرف ماذا يتقاضى مكتب الإرشاد، ماذا يتقاضى مجلس الشورى. عشان كده الكل يدعمه، الكل يخضع له ويخشى الفضيحة لأنه يستطيع أن يعلن. مين رشح مين؟ هو اللي طلب الترشيح والمكتب الإرشاد؟ هو طالب الترشيح أم هم اللي رشحوا؟ هو يطلب الترشيح أن يكون على رأس الإخوان منذ عام 1986، إن يبقى المرشد العام، يبقى كل حاجة من ساعة ما أسس شركة سلسبيل جاء ليكون كل شيء. كان في محاولات أن يبقى المرشد العام قبل كده؟ محاولات حقيقية في خلاف طبعا مع أشخاص؟ طبعا. أنا أقول لك إنه طريقة المعاملة مع التنظيم ومع الصف كلها يمهد لنفسه أن يكون شيئا فوق المجموع. حتى كان مسجونا في آخر مرة مع حوالي 30 من الإخوان، ولكن الإعلام لم يدري شيء إلا عن خيرت الشاطر. هذا برضو إنفاق إعلامي وهو حتى في السجن. طب لماذا؟ وفيهم الأستاذ فلان والدكتور فلان. فالملاحظات كثيرة جدا، إنه بيقال للشعب المصري هذا رئيسك القادم بصورة كأنه نبي وهو لا نبي ولا شيء، هو أخ عادي ويعني له جهد المعتاد جدا، بل إذا قرن بغيره من الكفايات الإخوانية فيبزوه بكثير جدا. طيب هل تعتقد نزول خيرت الشاطر جاء برضا وبتوافق مع المجلس العسكري؟ أم يعني لليد رأي يعني في الأفق ما يشير إلى هذا، يعني لقاؤه مع الأمريكان ولقاؤه مع المجلس العسكري ولقاؤه مع القطريين وكذا. هذه على نقاط سوداء في ثوب خيرت الشاطر جدا، لأنه كل هذه الجهات في النهاية هدفها الأساسي استعمار العالم الإسلامي والحفاظ على إسرائيل، لا مواربة في هذا. والرجل يعني حتى لو هو بررها بأنه بيحاول يعمل تواصل مع العالم الخارجي عشان يؤكد أنه قادر على فتح علاقات. احنا الإخوان طول عمرنا نقول كلاما صريحا في هذا، نحن نتواصل مع الشعوب. أما التواصل مع مكين فهو يتلقى أوامر. بس ما هو المرشد قابل مكين قبل خيرت الشاطر، والمرشد يتلقى أوامر من مكين، ولماذا لا يتلقى؟ وده هو أضعف من خيرت الشاطر. المرشد الموجود أضعف من خيرت الشاطر بكثير. يعني اسمعيه وشاهديه. الشيء الغريب أنهم يقولون أنهم أصحاب دعوة، بينما لا نجد لهم لا محاضرة في الدعوة ولا كتاب منشور يتكلم في الدعوة ولا كتاب حتى في تاريخ الإخوة، لا شيء بالمرة. يعني لا شيء مما يعني يعطي هيبة الدعاء والدعوة. لا أدبيات بالمرة. فكيف جماعة إسلامية تريد أن يعني تصل إلى عنان السماء بأخلاقها وبفكرها يقودها شوية ناس متصارعين على فلوس ومتصارعين على مناصب وكذا؟ هذا عيب خطير. ما بالك أن تكون عنده دولة؟ إشكالية. ده جمال عبد الناصر كان له مشروع قومي، قارب أن يطاول مشروع محمد علي، بنى السد العالي وعمل مزارع وعمل مصانع. طيب صحيح تفككت دولته. هنا السؤال، إذا كانت الجماعة بهذه الهشاشة من الداخل، وإذا كانت الجماعة بتتصارع طول الوقت على المناصب أو على المال، كيف استطاعوا الوصول إلى قلب الشارع المصري وحصلوا على هذه الأغلبية اللي وضحت بلا شك في الانتخابات الأخيرة؟ هو في حضرتك سببين أساسيين. أولا في غرر في كلمة الجماعة.
لان الجماعه للاسف الشديد جماعه الاخوان مختزله في 10% من اعضائها اللي هم بيمثلوا مجلس الشورى ومكتب الارشاد. 50% مننا نساء و50% مننا رجال. النساء لا صوت لهم، ما لهمش تصويت في الجماعه. ادي قسمت وسط الجماعه نصين. نساء الجماعه نفسهم ما لهمش تصويت في الادارات العليا. ليه؟ ممنوعين؟ المرشد بيزعل لانه هيسقطوه يعني. طب ما هو الجماعه اللي هم ما هم بيسمحوا هم لستات مصر كلهم انها تديهم يسمحوا لهم اشمعنى دي حلال ودي حرام يعني؟ يسمحوا لهم يلعبوا اون ديك، لكن عشان يبقى لهم يعني صوت فعلا. زي ما هم بيطالبوا ان تكون المراه لها صوت في رئاسه الجمهوريه وكذا. طب ما تعمل عندك الاول، ما تطرح منصب المرشد على عموم الاخوان المسلمين رجال ونساء وشباب. ابدا ما بيعملش كده. ده هو عامل نظام تصاعدي من شأنه في آخر مرحلة أن يضيف عليه حوالي 40% من أنصاره فترجح الكفة لمن يريد. بس احنا شفنا أولاد خيرت الشاطر أيام الحكم عليه وكانوا بيطلعوا للإعلام ويتكلموا. طبعا، ما هو الإعلام ده كله بفلوس، يطلعوا ويتكلموا كل ده بفلوس. لكن ما لهمش صوت، ما فيش ديمقراطية يعني، ما لهمش تصويت، ما لهمش. لا ما فيش لا ديمقراطية ولا حاجة. أصل هذه الديمقراطية ليست يعني شيئا نسعى إليه أو يسعى إلينا أو نتحلى به. ده واقع الإداري نفسه ما فيش ديمقراطية. سمع وطاعة فقط. إذا كان إحنا يعني إذا كنت أنا عضو في مجلس شورى الإخوان لمدة 10 سنين ولا أدري كيف تنفق أموالها ولا ما هي قراراتها المستقبلية، هل أرضى لنفسك كأستاذ جامعي أن أكون في هذا الموضع؟ طيب وأنا مؤسس من يتخذ القرار داخل جماعة الإخوان المسلمين؟ مكتب الإرشاد، شورى الجماعة، المرشد العام، مين اللي بياخد القرار؟ أولا الأسماء دي أكبر من الواقع بكثير، إن في مكتب إرشاد وشورى، دي هياكل زي بتاعة الحزب الوطني كده. بس في النهاية في مجموعة بتقعد في حجرة مظلمة 3 4 بيقولوا هنعمل إيه بكرة في الاجتماع اللي جاي ده. وبالتليفونات بيتصلوا بكذا، بكره هتقولوا كذا، خلاص قضي الامر. طيب بعد ما كانت البارزين بارائهم حتى في المكتب. خد بالك انا اتكلم عن الحاضر وليس الماضي. الواقع الاليم الان الذي يراه الشعب المصري ويتاسف له جدا انه ازاي يعني وصلت الحال بجماعه الاخوان ان تكون على هذا النحو. ده له اسبابه، لكن الماضي كان فيه اشراقات كثيره. لغايه توقيت مين؟ لحتى وفاة الأستاذ حامد أبو النصر. منذ توفى هذا الرجل وفتحت جهنم على الإخوان المسلمين، واستمعنا لأول مرة في حياتنا إن ده مفصول وده موقوف وده كذا. هذه مصطلحات لم نكن نعرفها ولا تمت لنا بصلة. كنا إخوة في الله فعلا، شايلين شيلة كبيرة جدا من جيوبنا وفي بيوتنا. إنما دلوقتي اللي بيفتح بقه بيقول له روح. دلوقتي بيتطاول واحد اسمه محمود، وكان الاعلام بيغلط في اسمه كتير، بيقول محمود غزلان، هو بالخاء مش بالغين. بيقول ان كمال الهلباوي مش من الاخوان. تصوري بقى هذا الطفل الصغير في كل شيء، في الاداء وفي الاسلام وفي العلم، يقول على قامه كبيره زي الهلباوي انه مش من، امال يفضل مين من الاخوان؟ السيد عبد الستار مش من الاخوان، محمد حبيب مش من الاخوان، عبد الفتوح مش من الاخوان، كمال الهلباوي مش من الاخوان، محمود عبد الحليم، كل الناس مش من الاخوان ما داموا يخالفونه في الراي. اذا الجماعه بتختزل في فكر ضيق وفهم يعني بسيط للغايه، بما يجعل انه الجماعه قالت والجماعه قررت كلمه لا يعني عاريه من الحقيقه. هو في مجموعة بتشتغل. طيب ارجع تاني لمسألة خيرت الشاطر، هل المقصود بيها ضرب عبد المنعم ابو الفتوح؟ لانه ده مش ضرب، ده ضرب عبد المنعم في المليان، في المليان قتل. طب نروح لتقرير نشوف، لان ده قتل تاريخ اصلا. لانه ده عبد المنعم له في الاخوان قد خيرت 100 مرة. له افراد وله جهد وله جهاد في الاخوان المسلمين قد خيرت 200 مرة. طب نشوف رأي الشارع في ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة ونرجع نستكمل حوارنا مع الدكتور السيد عبد الستار. ولا شارع خاص؟ لا الشارع المصري. أنا مع ترشيح الشاطر علشان يبقى مع الإخوان، يعني الإخوان تبقى مع شاطر، يبقى نفس الصف واحد، يعني إخوان في المجلس
وهو تبع الاخوان يبقى ما عندناش مشكله. احنا نسالهم سؤال واحد بس، اشمعنى الشاطر اللي طلع مختارينه دلوقتي بالذات؟ انا مختلف معاهم تماما، لان هم كان لازم يصدقوا من اول كلمه قالوها لينا ان هم مش هيرشحوا اي حد. انا مش مع الاخوان في ترشيحهم لخيرة الشاطر، على اساس ان هم في الاول خالص قالوا ان احنا مش هنرشح حد من عندنا في رئاسه الجمهوريه. في الاول قالوا ان احنا مش هنرشح اي حد من عندنا. ليه؟ ايه اللي غير لهم وخلاهم جابوا مرشح؟ اعتقد في حاجات يعني في الخلف احنا مش عارفينها. هم الاخوان طول عمرهم متغيرين في ارائهم، يعني كل اللي بيقولوه بيخلفوا عنه، ده من ايام زمان مش من دلوقتي. مش مع موقف الاخوان في ترشيح خيرة الشاطر لرئاسه الجمهوريه، لان الاخوان دلوقتي موقفهم موقف متغير. ضد المبدا بتاع ان من حد من الاخوان يترشح تاني. احنا عايزين ناس مختلفه من جميع اطياف الشعب. النهارده ننزل الاخوان يمسكوا المجلس، رئيس مجلس ورئيس مجلس الشعب والشورى وكلهم مع بعض. طب وبعدين؟ والدوله ما فيهاش تعدديه؟ ما زال معي دكتور السيد عبد الستار المليجي، احد قيادات الاخوان المهمين ومفكر وكاتب واستاذ في العلوم في جامعه قناه السويس. واعود دكتور سيد واتحدث عن نزول خيرة الشاطر يعني هينشئ صراعات داخل جماعة الإخوان المسلمين. يعني هل من الممكن أن نرى هذا التنظيم يحدث به خلل؟ هل من الممكن أنه الشباب يخرجوا بره إطار السمع والطاعة ونشهد لأول مرة انقسام في الصف الإخواني؟ هو الخروج حادث من فترة طويلة، يعني طبيعي على احتجاجا على يعني ما يحدث داخل التنظيم تحديدا. إنما طبيعة الإخوان إنهم ناس فضلاء وساكنين جدا، يعني القاعدة العامة كبار سن وأوسط في السن وكذا يرون في الإخوان ملجأ وملاذا للحياة. وأنا من هؤلاء، يعني كنت أرى الإخوان ملجأ وملاذا للحياة الطيبة، لأن أعيش في وسط إخواني وأنا آمن جدا. لكنهم زي الشعب المصري، شعب طيب وإدارة فاسدة، فينتهون إلى لا شيء، تضيع جهودهم. وبالتالي أنا مش متوقع لانشقاقات ولا ده. الإخوان ناس مستسلمين جدا ويتربون على هذا. ولا حتى الشباب؟ الشباب فيه نسبة، لكن مش النسبة الغالبة. ليه؟ لأن الشباب الإخوان يوجه من قبل الإدارة المنحرفة عن الطريق المستقيم بعبارات وآليات تربية تجعل منه يعني شيئا لا قيمة له، اللي هو يعني زي ما بيقولوا نعمل، ولا تفكر فالجماعة تفكر لك. من هي الجماعة ديت؟ يعني زوجتك في البيت بتفكر لك مثلا، يعني ما حدش عارف من هي الجماعة بالظبط. بينما الذي يفكر له قيادة ليست على المستوى المطلوب، لا فكريا ولا علميا ولا أخلاقيا حتى. فبالتالي احنا عندنا جمهور كبير من المخدوعين. الآن بتنكشف هذه الأمور. إذا كان هناك ثمة يعني مقارنة، فلا بد أن نقارن بين الإخوان من 1975 إلى حين وفاة الأستاذ محمد حمد أبو النصر، ونشوف المجموعة التي كانت تعمل وكيف كان أداؤها وما هي المجالات التي فتحتها للإخوان. وبعدين نقيس تاني من 1995 أو 96 تحديدا عشان وفاة الأستاذ محمد حمد أبو النصر، والأداء الذي جاء بعد يعني أستاذي الفاضل الأستاذ مصطفى مشهور، ثم من بعده الأستاذ محمد عاكف، ثم من بعده هذا المسمى محمد بديع هذا. وشوفي ماذا حدث من تصرفات إخوانية وانشقاقات إخوانية وغضب إخواني وخروج كل أسرارنا إلى الصحافة العامة، ويعني روح التنابز وكذا. هناك عهدين مختلفين. العهد الماضي، تعتقد انه نزول خيرة الشاطر المجلس العسكري وافق عليه ويسهل كل الامور من اجراءات وعفو وما شابه ذلك علشان ينزل يفتت الاصوات بين الاسلاميين، بحيث لو نزل يعني شخص اخر ربما يريد المجلس العسكري تبقى فرصه في النجاح اكبر؟ لا، المجلس العسكري محترف. يعني استاذ المجلس العسكري هو الرئيس حسني مبارك، يعني بدون مواربة يعني. فهم محترفون في استدراج المغفلين. بس الإخوان بيقولوا عليهم أذكى فصيل سياسي في مصر. لا، ده الإخوان ناس غلابة جدا. من برضه عشان كده أنا حذر جدا من استخدام كلمة الإخوان. الإخوان جماعة مظلومة. احنا بنتكلم على الإدارة العليا فيها التي تفعل كل هذا
في غيبة كاملة للتنظيم وقواعده. هذه الإدارة لو قرأت كتابي هذا موقف تلو الآخر يدل أنها لا تتقن شيئا عن إدارة التنظيم السري. هذه فاشلة من الأربعينات حتى الآن. وكانت هي المعول الهدم داخل الإخوان ووسيلة شق الإخوان، وهم الذين حتى احتلوا مكتب الإرشاد قبل ذلك بالأسلحة. هم نفس الطريق ونفس التفكير ونفس المجموعات ونفس الآليات. هم الذين تخلوا عن الأستاذ الهضيبي، لكنه أخطأ خطأ برضه جسيم. عمل تنظيم تاني عشان يقاوم التنظيم القديم. يعني شوف الإشكاليات التي كانوا يحدثونها، ولكن كل عملياتهم فاشلة. أفشل شيء هي استخدامهم لثورة 25 يناير. كيف استخدموها؟ لمصلحة خاصة جدا، انقضاض على المناصب العليا. عنده الآن حوالي 500 وظيفة عليا رواتبها يعني 10,000 جنيه فيما فوق. لا يترك شيئا لأحد أو يريد أن يأخذ كل المناصب دي خدوها بعد الثورة؟ ايوه، في المجلس الشعبي ومجلس الشعب. مش دي مناصب عليا كلها؟ لا دي كلها مناصب اخرى غير لا دي كلها رواتب اصلا. يعني انت لابد تنظري طريقه خيرت في التفكير، ينظر الى الفلوس اولا. يعني نائب عضو مجلس الشعب ده ياخد كام يعني؟ العضو؟ في ما اعرفش، بس في حدود 10,000 جنيه على الاقل العضو. انما رئيس المجلس معروف ده الوحيد اللي اعلن ما ياخذه 30,000. وهو زميلي وصديقي ودفعتي في الدراسه. أنا باخد 3,000، اللهم لا حسد، هو بياخد 30. مع إن قد أكون أنا اللي دخلت الإخوان يعني. وتعتقد إنه كان لازم يترفع عن الأرقام دي في ظل الأمور الاقتصادية السيئة في البلاد، ولا يعني ده حقه؟ ده هناك من هو ليس إخوان ولا حاجة وبيقولوا عليه شيعي، اللي هو أحمد نجاد، بيذهب إلى القصر الجمهوري بسيارته اللي هي 900 سي سي حتى الآن. طب أليس هذا قدوة؟ طب ما نعملش زيه ليه؟ شيعي بقى. لا يعني احنا نفسنا فعلا في هذه النماذج، لأن الشعب المصري قرف من الكلام وتعب من الادعاءات، عاوز نماذج. أما تبقى أنت رجل طول عمرك بتقول أنك إمام المرسلين والحفيظ على الدين، وأول ما تتولى المناصب خد لك 1,000,000 جنيه بدل جديدة، ومش عارف 1,000,000 جنيه إيه كذا، وكمان مرتبات صفتها كذا. طبعا البعض السذج بيقول لك يا اخي انت هتحسد الناس على نعمه ربنا جابها لهم. انا لا احسد، لان انا الحمد لله مكتفي وغني وزياده. لكن انا اقول ان الشعب يريد قدوه. طب ما احنا بنقف على المنابر ونقول ان عمر بن الخطاب قال لبطنه قرقري او لا تقرقري فلن تذوق اللحم حتى يشبع به ابناء المسلمين. كلهم بيقف على المنبر ويقولوا الكلام ده. طب ما تعملش زيه ليه؟ مثلا عمر بن الخطاب ذهب يفتح القدس وفي جلبابه أعداد كبيرة من الرقع. تعملش زيه ليه؟ مش انت عايز قدوة؟ حتى مش بقول لك رقع يا عم، خلاص كفاية عندك 5 بدل. بس كل الناس تقول لك احنا عايزين الإخوان عشان دول بتوع ربنا، دول اللي هيجيبوا العدالة. الإخوان بتوع ربنا، انما مجلس اسمه ايه اللي في المقطم ده والمجموعة اللي حواليه مش بتوع ربنا. يعني لو حكموا مصر ايه اللي هيحصل؟ عليه العوض في مصر. عليه العوض. طبعا. شاكك في انهم ممكن يكتبوا الدستور على هواهم؟ انا لا اتحدث عن الاخوان، عن قادة الاخوان. انا امثل الاخوان الاصلاء. عن القادة، الحديث كله عن القادة الموجودين دول. بيسموه ايه اللي في المقطم اللي مش فاكر؟ مجلس المقر بتاع الارشاد. لا، والمجلس اللي عاملينه هو مكتب الارشاد ومجلس الشورى. وبعدين الطبقة الثالثة بقى من المنتفعين أصبح أصحاب شركات الدعاية وشركات التسويق وشركات الفرنجة وكده. فدول حضرتك بيتلقوا أموال من الخارج. لن يزيدوا ولن يقلوا عن أن يكونوا حزب وطني بدون فعلا. حزب وطني بدون. طب أنا أراهم على بيتلقوا أموال من الخارج؟ بيتلقوا أموال على الخارج صراحة، مش منكر هذا. مش منكر؟ لا أنا سألت بعض القادة قالوا لا ما بنعتمد على تبرعات واشتراكات الأعضاء. ما التبرعات دي حضرتك فيها جزء للإخوان المصريين اللي في الداخل، وفي جزء للإخوان المصريين اللي في العالم كله. المصريين اللي في العالم ده كله دول نوعين. في نوع عايش في بلده وأخذ جنسيته بقى أمريكي وبقى سعودي وبقى كذا، لكنه يدفع للتنظيم هنا أيضا. لكن غير المصريين يعني ممكن السعودية تديهم، ممكن قطر تديهم. لا، المعروف ان قطر اعطت اموالا لهم في الانتخابات البرلمانية الماضية. اعلن هذا في اكثر من صحيفة.
وطبعا بس ما حدش خد اجراء ضدهم يعني. اذا اعطت السعوديه كحكومه واذا اعطت قطر كحكومه فهذا يساوي بالضبط ان امريكا هي التي تعطي، لان هؤلاء لا السعوديه ولا قطر تتحرك قيد انمله الا بقرار امريكي. الاخوان لما يجوا يحكموا مصر هيهددوا مصالح امريكا في المنطقه ولا هيبقوا زي الحزب الوطني حليف استراتيجي؟ عمرهم ما مش برضه ارجو تشيلي كلمه الاخوان. قاده الاخوان خلاص انا بقولها بس الناس خلاص فاهمه انه قاده دول الاخوان مجموعه يعني انا في كتابي هذا شبهتهم كالضباع في علم الحيوان. الضباع لا تاكل من صيد قامت به هي قط، انما تنتظر لما الاسود تهجم وتصطاد وتاكل وبعدين ياكل الايه؟ البقايا. الاسود اللي هجمت واصطادت وعملت جماعه كانوا من 1975 ل 1995. دول الضباع الان بياكلوا ايه؟ في جسم هذه الوليمه، ليس اكثر من هذا. وللاسف الشديد انه اللي بيطلعوا على صفحات الجرائد والشاشات وجوه جامده ووجوه عجيبه، ولا اعرف ازاي دول في الاخوان حقيقي. يعني انا اذكر ان احنا في الاخوان كنا زهادا، كل شيء من جيوبنا ومن بيوتنا، ما فيش عندنا لا مقرات ولا في عندنا لا كذا. هم بيقولوا ده فتح رباني، ربنا فتح علينا. وانت عارفه كعاده بعض الاسلاميين يقول لك رزق ساقه الله الينا، ما ناكلوش ليه؟ لو نزل خيرت الشاطر وحازم، مش لو نزل، هو نزل اوريدي مع حازم صلاح ابو اسماعيل، تتوقع مين يحصد الاصوات الاكثر؟ لا هو حازم فرصته بقت قلت جدا دلوقتي. قلت لانه انا حتى كاتب النهارده انه الضرب في المليان بدأ في تصفية من يقولون انهم سينفذون اهداف الثورة. فكل واحد الان بيدوروا له على مشكلة تعيق تقدمه. الامن؟ لا، المجلس العسكري ومن حوله والاخوان معاه. الاخوان منتشرين في العالم بيفتشوا برضه ورا الناس كثيرا. ممكن يكون الاخوان عايزين يضربوا حازم صلاح ابو اسماعيل؟ بالتاكيد. عاوزين يصفوا كل الناس، لو امكن تصفيه كل الناس ليبقى صنما واحدا يعبده المصريون يبقى كويس. وبيضربوا في عبد المنعم ابو فتوح ازاي؟ لا، ده هم يحذروا جميع من يعرفون من انتخاب عبد المنعم فتوح، شباب الاخوان والاخوان، على اساس ان هو اللي خرج من الجماعه. مش على اساس ان هم الذين استولوا على يعني جهده وعرقه في الجماعه، ما بيقولوش كده. مش خايف حد ينتقد حضرتك ويقول لك انك لانك فصلت عن الجماعه فتقول لا، أنا كل ما قلته؟ ولا يقدر حد يقول فصلت دي ابدا. انا لم اقدم استقالتي ولم افصل، ولدي كل المستندات انهم مزورون الانتخابات حتى لا افوز فيها، ولا انا ولا من على شاكلتي. لان الطريقه سهله قوي. كنت بتنتقدهم وحضرتك في داخل الجماعه؟ طبعا، وكتبت في هذا 15 رساله منشوره. وبعثتها لمكتب الارشاد لما اكون اكتب من ورائه. ولم تخشى الفصل من قبل؟ لا، ما فيش حد هيفصلني من دعوتي اصلا. هيفصلني زي وانا هسيب ديني؟ يعني لا احد يستطيع ان يفصلني من دعوتي. انا اولا ذهبت الى الازهر وتعلمت 5 سنين في كليه الشريعه والقانون. فانا ممكن البس عمه وجبه واطلع اتكلم في الناس يعني. دكتور السيد عبد الستار المليجي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. انا اللي بشكرك كثيرا، وكان نفسي نتكلم عن الثوره والميدان ونقول شعرنا ونقول يعني حبنا والاريا احنا في الميدان لكن ويعني ان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى. ونشكر حضرتك على في النهايه بندعو ان ربنا طبعا يسلم هذا الوطن من هذا الكيد، وان تكون انتخابات فعلا نزيهه، وان الشعب المصري يسبق بوضع المعايير قبل ان يختار الشخص. واتمنى ان يكون هناك دور للمثقفين في هذا، ومنها القنوات الفضائيه تقول يا اخواننا في معايير، عاوزين رئيس يفهم العصر، صادق وامين نعم، لكن يفهم يعني قصه الصراع في العصر كيف يمكن ان تبدا وكيف يمكن ان تنتهي. وانا بقول احمد نجاد تحديدا كنموذج، لانه افضل حتى من النموذج التركي. دكتور عبد الستار، شكرا جزيلا لحضرتك. وفاصل قصير ونعود لحضراتكم وفقرة عن